تقول أيضا: ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص؟ وإذا كان حراما فهل أيضا يعتبر حراما إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟ أخذ الزائد من الحوائج ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون عن طريق النتف، فهذا لا يجوز لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته. وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضا فيدخل في اللعنة، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة، ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث أنها تضفي على العين ظلمة وقصرا في النظر، فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحذور.